السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وكويسين. النهاردة فيديو جديد واكلة سريعة وسهلة وبسيطة، مش تاخد مننا وقت خالص خالص خالص. احنا جبنا النهاردة النهاردة غدانا كان حبة سردين كده حلوين، وصفتهم جميلة ومنورة زي ما انتم شايفين، واكلة جميلة بحرية، والاسماك طبعا جميلة طبعا وفوائدها كتيرة. وهنغسلها ونشطفها غسلة كويسة. طبعا قبل ما نبدأ هندوس لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك اي فيديو جديد انا بنزله ويجيلك اشعار مني ليك. كده شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين السردين صدفته جميلة ازاي، بسم الله ما شاء الله، منورة وجميلة وطازة، مش متلج ولا بايت، لا جميل وطازة كده وبنور. دي دول ان السمكة دي لسه طازة وجاية من البحر على طول عليكي. شايفين كده نغسلها غسلة كويسة، بس مطرح ايد الراجل والقشر بتاعها والقشور بتاعتها اللي هي تبقى فيها كده، نغسلها غسلة كويسة عشان خاطر نتبلها بقى. انا مش هنضفها طبعا، السردين ده بطنه نظيفة وما بيتنضفش. انت بس وقت ما تيجي تاكلي تشيلي البطن تحطيها كده على جنب وخلاص. طبعا ما بياخدش معاكي نظافة كتير والكلام ده، هتنضفيه انت اللي يريحك. لكن احنا بنعمله زي ما هو كده. هنتبله بس بالملح وشطة وكمون، نحطهم عليه. طبعا سايباه يتصفى من ميته عشان خاطر اتبله، واسيبه شوية لحد ما اجهز انا عملت بطاطس، عملت بتنجان، وعملت الصيادية. هنعمل مع بعض الصيادية بدك تاني عشان خاطر يكون سألت عليه وكده، عشان خاطر في ناس كده عايزة تعرف ان انا بعمل ازاي الصيادية اسكندراني. سمينا الله، اللهم صل على سيدنا محمد. حطينا ملح وشطة وكمون عشان نملح بس بيهم السردين الجميل بتاعنا ده، زي ما انتم شايفين كده. أكلة سريعة متاخدش منك وقت، هتحطيه في الفرن مع تحتيه طماطم وبطاطس وبصل، يديله تتبيلة كده حلوة كده سريعة كده وسهلة وبسيطة. تحط في الفرن على طول يعمل معاكي أحلى صينية سردين. هتقليه زي ما انا هقليه دلوقتي، هنشوف مع بعض هنعمله ازاي. حطينا شطة كمون وملح، نديله بقى تقريبا كده جوه الحوض عشان احطها جوه مصفى، مش عايزه ابهدل الدنيا بره الحوض. عايزه اي حاجه تنزل منها تنزل فين؟ في الحوض، عشان انا حطاه في صفايه كده. خلاص قلبناه وحطيناه كده وظبطناه. حط تحت طبق بقى عشان ممكن ننزل ميه، ننزل اي حاجه، يبقى انا حاميه نفسي مش مبهدله الدنيا ولا مظبطه الدنيا بيه. طبق كده حطيته على جنب تحتيه. هنجيب بقى دقيق في ملح وشويه نقطه صغيره نشا. حطينا في الدقيق بس سنه ملح صغيره حبه نشا صغيرين عشان يدينا قرمشه في الدقيق معانا. هنقلبه تقليبه كده كويسه زي ما انتم شايفين، بايديكي بقى، بالجوانتي، بمعلقه، بشوكه. لكن الحاجات دي اصلا ما ينفعش معاها شوكه والكلام ده. السردين والحاجات اللي هي البحريه دي هتبقى انت ماسكه بايديكي او تلبسي جوانتي، بس انت اللي رايحك تلبسي. لكن انا في البيت عندي ما بلبسش جوانتيات. لكن انت لو في مكان او في مطعم او كده لازم طبعا تلبسي الجوانتي، او انت تشتغلي في مطعم ولا اي حاجه. صلاه بين على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا البيتي واكلي بايديا انا بعمله لنفسي. ماشي. هنصفيه بقى من الدقيق عشان ما يحرقلناش الزيت، والزيت يتحرق معانا. بنزل كل الدقيق الزياده دي مصفى صغيره، وهنزل كل الدقيق الزياده منها عشان لما اجي احطه على النار الزيت معايا ما يتحرقش بسرعه وما يغمقش. عشان طبعا انتوا عارفين الحاجه غاليه والزيت غالي، والدنيا طبعا صعبه على الكل، والحمد لله على كل حال. هنزل بقى السردين بعد ما سخنت شويه على النار، وطيت النار عليه عشان احطه عشان ما يفرقعش في ايديا. انا شغاله بنزل السردين. صليتوا بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا بخليه ياخد تحميره، ينشف بس من تحت، ونقلبه واحده واحده. ما نستعجلش عليه في التقليب عشان ما يتقشرش مني ويتقطع.
زي ما انتم شايفين كده. وهنسخن النار جامد على النار بعد ما حطينا. انا هزود تاني، بس انا بحط حبة في الدقيق ونزود وننزل بايه على الزيت. صليتوا بنا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. نخلي الدقيق نفضه كويس أوي من الزيت، من الصيادين، نفضه أوي كويس من الدقيق عشان ما تحرقش معاكي الزيت على طول. لكن تحطيها من على الدقيق على النار على طول تتحرق معاكي بسرعة. معلش اتأخرت عليكم في الفيديوهات اللي فاتت بعد العيد، عشان طبعا انتوا عارفين بقى العيد وكعبلته ودنيته وامتحانات والدنيا طبعا مش مظبطة زي ما انتوا شايفين كده. نحضر بقى حلة تانية عشان نعمل رز صيادية. زي ما انتوا شايفين كده الصيادين على النار، واحط معلقة زيت صغيرة عشان نعمل رز صيادية معاكم واحدة واحدة كده كل تكاته، عشان اللي سألني عليه يبقى عارف يتعمل ازاي. ده بصل ابيض، مكانش عندي بصل احمر، بس انا بفضل بصل احمر في الرز الصيادية عشان بيدي لون اكتر غمقان من البصل الابيض. ده البصل الابيض بتحتاج ان انت تحروقيه زيادة عن اللزوم عشان يدي معاكي اللون البني اللي احنا متعودين عليه. لكن البصل الاحمر بينزل معاكي لون ومبيطولش معاكي خالص في التحمير. نقلب بس الصيادين كده واحدة واحدة على النار. خلي بالك عشان الصيادين بيفرقع مطرح العيون، مطرح الحاجات دي، مطرح الراس، بتلاقيه بيطرقع ويفرقع معاكي في الزيت. خلي بالك ان هو حرقة الزيت وحشة، ربنا يكون شرها. نخلي بس ياخد لون ذهبي وانا واحدة واحدة معاكم عشان اعمل بصلايه احمرها. هجيب طبق بقى، حضر طبق كده. خلاص الصيادين طبعا مبياخدش وقت زي ما انتوا طبعا عارفين. طلعوا اول ما ياخد لون ذهبي على طول نطلعه. نحط مناديل عشان يطلعوا على الزيت على طول عليه. نقلب بس البصلايه كده تشويحه كده صغيره عشان تتلون معانا وتدينا اللون الجميل بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده الصيادين شغال وعينك عليه عشان خاطر ما يتحرقش منك، عشان هو لو اتحرق منك وغمق هيغمق معاك الزيت في ثانية، في ثانية كده. يعني بس البصلاية كده واحدة واحدة عشان خاطر تاخد معانا وقت. شايفين كده بياخد لون ذهبي. هنطلع اللي اتحمر ونوسع مكان زي ما انت شايفة كده. صليتوا بنا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. حط كده وسعي، حطي وسعي وزودي عشان ما تقضيش معاكي وقت وتنجزي بسرعة. طريقة سهلة وبسيطة. احطي على الدقيق سنة صغيرة من النشا، يديكي قرمشة بتاعت السردين جميلة جميلة. عايزة تخلي لونه ذهبي زي ما الراجل بيبيع عنده بتاع الأكل الجاهز، يحط علينا سنة صغيرة كركم أو كاري، وتفرجي بقى على طعم السردين. نقلب بقى ونطلع نتسوى نطلع ده كده بس ان تستوي على الجنبين عشان ما طلعيش حاجة نية. انا سايبة بقى طبعا البصلاية تتشوح على النار. حط كده، ننزل بقى ونوسع نفسنا. نحط بقى نزود. طبعا البصلاية دخلت في التحميرة زي ما انتم شايفين. قلت تقريبا كويسة. نزود بقى في الطاسة تاني صيادين. طبعا عملت بنجر وعملت سلطة الطحينة وشويت بتنجانة على بابا غنوج. شوحت بتنجانة
على النار، شقيتها نصين وحطيتها على البوتاجاز كده. انا معاكم تنجزي نفسك وتكسبوا وقت. واخر حاجة عملتها الصيادين والرز، اما الصيادين يخلص يكون الرز استوى. الرز ما ياخدش معاك اكتر من ربع ساعة، نص ساعة كبيرة زي ما انت شايفة كده. يعني في تاكل انا بس ايه هغمقه حاجات بسيطة، عشان البصل الابيض ده انا مبحبش اعمله في الرز الصيادية، بسبب ان هو ايه عايز يتحروق اكتر من اللازم. لكن البصل الاحمر بياخد معاكي ايه وقت اقل من كده، ويحمر معاك على طول. وينزل كمان حمار مع المية بتاعته، يديك اللون بقى حلو بتاع اللي هو الرز الصيادية الاصلي بقى. لكن البصل الابيض دوت بقى ايه بيدوخني شوية، ان هو لازم يتحروق شوية عشان يديك اللون الحلو بتاع اللون البني بتاع الرز. شايفين كده؟ طبعا الصيادين شايفاه عشان مقلبهوش قبل ما يبقى ناشف من تحت، عشان ايه ما يطرش مني. نحط بقى شوية مية على كل كوباية رز كوباية مية. كل كوباية رز، لو انت بتعرفيش تعايري الرز بعينيكي، كل كوباية رز مصري عليها كوباية مية زيها. اللي هتعايري بيها هي اللي هتعايري بيها المية، اللي هتعايري بيها الرز هي اللي هتعايري بيها ايه المية. متفقين على كده؟ تمام. هنتبل بقى المية ملح وكمون. هتحطي فلفل اسمر حطي، هتحطي قرفة حطي، اللي يريحك. نقلب بس الصيادين عشان منسرحش عنه، عشان الزيت معايا قرب يغمق زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنخلص كل الكمية بتاعت الصيادين ونظبطها كلها. والرز طبعا ايه فاضله حاجات بسيطة، المية تغلي. اول ما تغلي المية هننزل الرز. انا معايا نص كيلو رز مصري غسلته وحطيت لها مية في ملح وكمون. انا بحب احط لها كمون، بحب طعم الكمون ايه في الرز، مش طبعا مبيبقاش بقى طاغي قوي يعني، يبقى حلو. هنسيبه لحد ما تتشرب، نوطي عليه النار لحد ما تستوي خالص. يكون ايه الصيادين ايه خلصت وقليته كله، ميبقاش خالص فاضل غير الرز ونغرفه وانا عملت طبعا شوية بتنجان وشوية بطاطس وبابا غنوج، وعملت سلطة طحينة، سلطة بنجر. لو عايزين تشوفوا سلطة البنجر هتلاقوا. وكده خلصنا الفيديو، خلصنا كده حاجاتنا اكلنا ايه مية مية. متنسوش بقى باللايك والاشتراك وعلى زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.